في الكتب النثرية يقولون عن علم التجويد: هو علم يعرف به إعطاء كل حرف حقه ومستحقه مخرجا وصفة. هو علم يعرف به إعطاء كل حرف حقه ومستحقه مخرجا وصفة. فقال إمامنا الجزري: وهو أي التجويد إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله. ننظر إلى اللوحة التي من خلالها نشرح هذه الأمور الثلاثة. اللوحة الأولى كما نرى في حلقة اليوم، وهو قال إمامنا الجزري رحمه الله في البيت 30 عن التجويد: وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله. أصل الحرف قال: ورد كل واحد لأصله. واحد يعني واحد من الحروف، رده لأصله. ما معنى رده لأصله؟ يعني مخرجه. فأصل الحرف مخرجه الذي يخرج منه كما نرى، ورد كل واحد لأصله. نعم. قال: وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة. ما هي صفة الحرف كما نرى أمامنا على اللوحة؟ صفة الحرف هيئته حالة خروجه من مخرجه. إذن لا يكفي أن نعرف مخرج الحرف، بل لابد أيضا أن نعرف صفة الحرف حالة خروجه. هل هذا الحرف مفخم أم مرقق؟ هل هذا الحرف مستعل أم مستفل؟ لابد من معرفة ذلك بالإضافة إلى معرفة مخرج الحرف. إذن أصل الحرف مخرجه الذي يخرج منه، صفة الحرف هيئته حالة خروجه من مخرجه، وأيضا مستحق الحرف. قال الجزري: ومستحقها. مستحقها ما مستحق الحرف؟ نرى على اللوحة أن مستحق الحرف ما يترتب على حقه، كقولنا: التفخيم مستحق الاستعلاء، والطول النسبي لزمن الحرف الرخوي الساكن مستحق الرخاوة، وزيادة التفخيم مستحق الإطباق. هذه الأشياء بس ننبه عليها. أحيانا الله يسلمكم يكون عندنا صفة الحرف ويترتب على هذه الصفة شيء. يعني لما نقول إن، كما مر معنا في صفات الحروف، إن حروف خص ضغط قض هذه السبعة هي حروف الاستعلاء، أي أن العرب لما كانوا ينطقون هذه الحروف السبعة حروف خص ضغط قض كانوا يضغطون أصوات هذه الحروف إلى قبة الحنك، إلى أعلى أفواههم. هذا حق الحرف، حقه أن يكون مستعلي الصوت. ماذا يترتب على ذلك؟ لو فعلت ذلك أنا، لو ضغطت صوت الخاء إلى أعلى الفم، بدل أن أقول خا قلت خا. لاحظوا: خا خا. فلما قلت خا وضغطت الخاء إلى أعلى الفم، ماذا ترتب على ذلك؟ ترتب عليه أن صوت الخاء قد اصطدم بقبة الحنك وعاد وله رنين يملأ الفم. هذا الرنين الذي يملأ الفم سماه علماؤنا التفخيم. لذلك قالوا: التفخيم مستحق الاستعلاء، يعني يترتب على الاستعلاء أن يكون الحرف مفخما. هذا مثال لمستحق الحرف. مثال ثاني كما رأينا في اللوحة: الطول النسبي لزمن الحرف الرخوي الساكن مستحق الرخاوة. مر معنا بارك الله فيكم لما تكلمنا على تقسيم الحروف من حيث الرخاوة والشدة والبين الرخاوة والشدة، قسمنا الحروف العربية إلى 3 مجموعات. مجموعة عندما كانت العرب تنطقها كانت المخرج ينقفل تماما، وهي أجد قط بكت. ومجموعة لما كانت العرب تنطقها كان الصوت يجري، أس أش أف. ومجموعة أخرى وهي حروف لين عمر، هذه ال5 لم يكن الصوت ينحبس عند نطقها انحباسا كاملا، ولم يكن يجري جريانا تاما. طب ماذا يترتب على جريان الصوت وماذا يترتب على عدم جريانه؟ يترتب على جريان الصوت طول زمنه. الذي يجري لابد له أن يجري في زمن، ما أحد يجري في فراغ. لو إنسان يجري من نقطة ألف إلى نقطة باء جرى، هل هذا الجريان في فراغ ولا في زمن؟ لابد أن يكون في زمن. إذا لما نقول بسم الله
الله هذا رح، هذا زمن. الحاء الساكنة بس، أيضا السين هنا اهدينا الهاء. فكل هذا الطول النسبي للحرف الرخو الساكن، هذا طول زمنه مستحق الرخاوة. الحرف الشديد قصر زمنه النسبي مستحق الشدة. الحرف بين الرخو والشديد توسط زمنه بين زمن الرخو وزمن الشديد مستحق البينية. هذا يعني مثال آخر من أمثلة مستحق الحرف. أيضا سيمر معنا بارك الله فيكم أن حروف خص ضغط قض، ومر معنا أيضا في الصفات أن خص ضغط قض هذه السبعة المستعلية منها 4 حروف مطبقة، وهي الصاد والضاد والطاء والظاء. يعني 4 حروف من السبعة فيها صفتا قوة، صفة الاستعلاء وصفة الإطباق. وقلنا بأن الإطباق انحصار الصوت بين قبة الحنك واللسان. انحصار الصوت بين قبة الحنك واللسان، هذا الانحصار يعطي الحرف قوة، وسماه علماؤنا الإطباق. فالصاد والضاد والطاء والظاء مطبقة ومستعلية في آن واحد، بينما الخاء والغين والقاف هذه الثلاثة مستعلية ولكن ما فيها إطباق. لما نقول خاء ليس هناك إطباق، لم يعني ينحصر الصوت بين قبة الحنك واللسان. قا غا هذه الثلاثة مستعلية ولكن غير مطبقة. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب التفخيم النسبي. يعني لما نقول مثلا، هذا يتجلى أكثر ما يتجلى في المكسور. لما نقول مثلا طيلة غيضة، لاحظوا بأن القاف ضعفت جدا والغين ضعفت جدا لما انكسرت، لأن الاستعلاء يشدها إلى أعلى والكسر يشدها إلى أسفل فيتعاكسان، فتضعف قوتها، تبقى مستعلية ولكن تصير ضعيفة في أدنى درجات التفخيم كما مر معنا. فهي وإن كانت بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة. فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفيلة. بينما لو أخذنا مثلا ضاد مكسورة مثل ضيزة، مع كونها مكسورة بقيت الضاد صوتها قوي، ضيزة. العظيم من أسمائه تعالى العظي ضي، مع كون الضاء مكسورة بقيت الضاء قوية. إذن هذا التفخيم النسبي مستحق الإطباق، لأن في حروف الإطباق صفتا قوة الاستعلاء والإطباق. هذا مثال لمستحق الحرف. نعود إلى اللوحة التي كنا الآن بصدد رؤية التعريفات فيها. إذن بينا ما هو أصل الحرف، بينا ما هي صفة الحرف، بينا مستحق الحرف، وقلنا بأن المستحق ما يترتب على الحق، كقولنا التفخيم مستحق الاستعلاء، الطول النسبي لزمن الحرف الرخو الساكن مستحق الرخاوة، وزيادة التفخيم مستحق الإطباق. أيضا نرى على اللوحة وليس بالضرورة أن يكون لكل صفة مستحق. يعني ليس من الضرورة أن نقول مثلا ما صفة مثلا إيش نقول مثلا القلقلة ما مستحقها، صفة الصفير ما مستحقها، صفة التفشي ما مستحقها. يعني ليس لكل صفة مستحقا. التنبيه الأخير في هذه اللوحة: يصح عود الضمير في ومستحقها، قول الجزري ومستحقها، على الحروف أو على الصفة. انظروا إلى البيت في أعلى الصفحة بارك الله فيكم. وهو أي التجويد إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها. هل رأيتم الضمير في آخر كلمة ومستحقها؟ إلى ماذا تعود هذه الهاء ألف؟ الهاء ألف إلى ماذا تعود؟ هل تعود إلى الحروف، إعطاء الحروف حقها ومستحقها، أم تعود إلى من كل صفة ومستحق الصفة؟ ومستحقها يعني مستحق الصفة. إن قلنا هي مستحق الحرف فكلامنا صحيح، لأن الصفات قائمة في الحرف. وإن قلنا بأن مستحقها عائدة إلى الصفة أيضا الكلام صحيح. أنا أميل ميلان ليس أكثر إلى عود الضمير إلى الصفة، من كل صفة ومستحقها يعني مستحق الصفة، لأن علماءنا لما شرحوا ذلك قالوا ومثلوا له بقولهم التفخيم مستحق الاستعلاء، فبينوا
بأن التفخيم يترتب على الاستعلاء، والاستعلاء صفة كما نعلم. هذا ما يتعلق بتعريف التجويد. إذن علم التجويد تعريفه كما عرفه إمامنا الجزري هو إعطاء الحروف حقها من كل صفة، وشو كمان؟ ومستحقها، يعني ما يترتب على الصفة، ورد كل واحد لأصله، يعني رد كل حرف إلى مخرجه.